ناس الغيوان تأسست سنة 1970 في حي المحمدي، أحد أفقر أحياء مدينة الدار البيضاء وأكثرها شعبية، من طرف بوجميع والعربي باطمة وعمر السيد وعبد العزيز الطاهري ومحمود السعدي. كانت تعتبر رمزا من رموز الفن الشعبي. اشتهر غناؤهم بكسر قيود الصمت في زمن كانت فيه كلمة الحق جريمة يعاقب عليها القانون. أغانيهم لم تكن تعبر فقط على ذاتهم، بل كانت تحكي قصة شعب كامل لمعاناته من الفقر والحجرة والقمع. من أشهر أغانيهم الصينية فين غادي بيا خويا، غير خذوني. أثروا في أجيال كاملة من داخل المغرب وخارجه، وصنع لهم فيلم بعنوان ناس الغيوان وعرض عالميا. اليوم وبعد مرور أكثر من نصف قرن ما زال صوتهم حي، وما زال الغيوان فن يتوارث من جيل إلى آخر.